لم حاجتك ورايحه فين يا سوريا؟ رايحه لماما. وبعدين وياكي بقى؟ هو انت كل كلمه والتانيه تروحي لمامتك؟ امال عاوزني اروح فين يعني؟ تستني في بيتك. هو انت مالكيش بيت؟ مالكيش زوج؟ ايوه ليا زوج مطهقني في عيشتي، مغلبني ومكفر سيئاتي. ما تقوليش كده يا سوريا. هيجرى ايه لو فاتنا الفيلم ده؟ هتنطبق السما على الارض. لا انا رايحه لماما. كل واحده بتتخانق مع جوزها وبتزعل منه لكن ما بتسيبوش وتروح تغضب في بيت اهلها كل يوم والتاني. انت السبب، ما تتخانقش وانا ما اروحش. ودلوقتي انا السبب برضو؟ طبعا، عشان لو كنت عايز تريحني صحيح كنت حجزت التذاكر من يوم ما قلت ما لك. قدرتش يا سوريا، ما قدرتش. كان عندي شغل كتير ولازم تعذريني، مش تغضبي. انت عندك شغل كتير وانا ذنبي ايه؟ ليه ما خلتنيش اروح لوحدي؟ حد يعكسك في السينما، ما تبقاش لطيفه. مفيش حد بيعاكس حد في السينما. لا فيه كتير، بس انت بتغلطي نفسك. انت اللي راجل راجعي من بتوع زمان. والله امر غريب يا سوريا. انت عايزه كل حاجه تعمليها ما عرضكيش فيها. انت بتعرض في الفاضي والمليان. مش معقول. ولذلك اغلب خناقنا اساسه اختلاف في وجهات النظر. وليه ما تكونش وجهة نظرنا واحدة عشان ما نتخانقش؟ مستحيل، لان في الحالة دي يبقى شخص مننا زايد عن الحاجه. زايد عن الحاجة. طبعا ما دام موافق على طول الخط يبقى وجوده لازمته ايه؟ مفيش في الدنيا اتنين لهم طبع واحد حتى ولو كانوا اخوات. كل واحد بيكون له راي يختلف عن راي التاني، يقوم يحصل التصادم وعشان التصادم ده بسيب لك الدنيا واللي فيها واروح بيت ماما. وده غلط. ازعلي زي ما انت عاوزه بس في بيتك. ثم ما تنسيش كمان ان لينا بنت صغيره عمرها 8 اشهر دلوقتي. وهعمل لها ايه؟ تعملي لها ايه؟ تقعدي جنبها، تراعيها، تعتني بيها. وام محمد ما بتعتنيش بيها ليه؟ دي الطباخه ومهما اعتنت بيها مش هتكون زي امها. وسيدة الخدامة. ودي مالها رخرة؟ احنا جايبينها تساعدك في شغل البيت. النونو الصغيرة كمان من ضمن شغل البيت. يا سوريا عيبك انك بتبقي عارفه نفسك غلطانه وبتسوقي فيها. انا غلطانة؟ انت اللي غلطان. ثم مروحك لوالدتك كل ساعه والتانيه وانت زعلانه بيزود شقه الخلاف اللي بينا. هيزود اكتر من كده ايه؟ الثالث بيدخل في الموضوع. لكن لما تزعلي في بيتك يبقى فيه فرصه نصطلح بسرعه. الدور ده مش هنصطلح. انا خلاص زهقت منك ومن عمايلك. الحق مش عليك، الحق على والدتك اللي بتشجعك على كده. ماما ما بتشجعنيش على حاجة. امال ده يبقى اسمه ايه؟ مش هي اللي مطمعاكي؟ يعني عاوزة تطردني؟ لا، لازم تفهمك الواجب اللي عليك لجوزك ولبيتك. انا مش ناقصة حد يفهمني الواجب. يا سوريا عقلي وسيب الشنطه وتعالي نقعد نتفاهم. مفيش فايدة، انا رايحة لماما. طب روحي، مع السلامه. الله، امال فين ستي؟ راحت لامها يا ام محمد. انتوا اتخانقتوا تاني يا سيدي؟ ايوه يا ستي اتخانقنا. المهندس اللي هيشوف ماسوره السخان جه؟ لا لسه. على كل حال انا ربطت الماسوره بكام خرقه قديمه ولفيت حواليها رباط جديد. خايفه الخرقه ما تستحملش والميه تغرق الدنيا، ودي ميه سخنه يا سيدي. لا ما تخافيش. ما خافش ازاي يا سيدي؟ هو العمر بعزقه؟ اذا كنت خايفه على عمرك ما تقفيش جنب الماسور. مين ده؟ يمكن ست اكرام بنت اخت حضرتك خرجت. هي ما كانتش لسه روحت؟ لا كانت بتلعب النونو الصغيره. طب روح انت يا محمد شوفي شغلك. والنبي يا سيدي ما انا عارفه اشتغل من ساعه الماسوره ما اتخرقت. يا وليه انت قلبك خفيف كده ليه؟ قدري انها مش مخرومه خالص. والميه السخنه اللي عماله تنقط منها يا سيدي. زمان المهندس جاي يشوفها، اذا كانت محتاجه لتصليح هيبعت حد يصلحها، محتاجه لتغيير هيغيرها. طب والنبي يا سيدي اضرب له تليفون تاني. حاضر يا ام محمد، حاضر هضرب له. الو الو، شركه سخانات ابو الهول. انا اتصلت بيكم من شويه عشان تبعتوا لنا مهندس الشركه. ماسوره السخان بتنزل ميه سخنه على طول. طبعا عملت لها الاسعافات اللازمه لحد ما يجي المهندس. ربطتها بكام خرقه قديمه مؤقتا. نعم، انا مين؟ نسيت اقول لك، انا الاستاذ لطفي زكي. سيادتك بعت المهندس من شويه؟ طيب يا فندم انا متشكر جدا. جرى ايه يا ام محمد؟ جرى ايه مالك؟ فكت والميه السخنه نزلت على ظهري. وايه اللي جابك ناحيتها بس؟ بوطت اجيب كرسي الحمام ومش واخده بالي ان الماسوره تحتي. نار قايده في ظهري يا سيدي. الهي ما يوريك يا سيدي. هي فين؟ في الحمام يا سيده، بس حاسبه على نفسك. هروح ادور هناك. انا مش قلت لك يا ام محمد تبعدي عن الماسوره دي؟ بختي كده، اسمتي كده. يا ظهري، يا ظهري مشعوط ياهو. ما لقيتهاش، انا ماليش دعوة. وحد قال لك ان ليكي دعوه يا بنت انت؟ انا المسؤول. طب والنبي يا سيدي لما تيجي ستي تقول لها كده. طبعا لان انا اللي ربطتها بايدي. ايوه ربطها قدامي. لكن ربطتها ليه يا سيدي؟ اما سؤال بايخ صحيح. ربطتها علشان ما تغرقش الدنيا. والنبي يا سيدي انا كنت مغيره لها من شويه. الحقوني ياهو. الله. ظهري هيموتني. اضربوا تليفون لي الاسعاف تنقلني على الاسبيتاليا. الاسبيتاليا ولا السجن؟ ما تسكتي منك لها. انا مش عارفه اعمل ايه يا سيدي. دي ستي موصياني عليها قبل ما تخرج. دي موصياني انا. واما هي موصياكي تقومي تربطيها يا وليه انت. انا ما ربطتهاش، سيدي هو اللي ربطها. انتوا جنسكوا ايه؟ ما تفهموش عربي؟ قلت لكم انا اللي ربطتها وانا المسؤول عن كل اللي حصل. ما فيش. هموت يا ناس من ظهري.
طيب يا ام محمد، طيب ما تعيطيش، هضرب لك تليفون للدكتور حالا. الو، الدكتور عبد السميع المرضان. انا الاستاذ لطفي زكي. والله الطباخه بتاعتنا ظهرها نزلت عليه ميه سخنه. تمرجي، اسمع تمرجي، امال فين الدكتور عبد السميع؟ في اجازه؟ ومين اللي بيشتغل بداله؟ دكتور تاني؟ كلمه من فضلك. يا ريتني كنت سمعت كلامك يا سيدي ولا جيتش ناحيتها. هو قال لك كده؟ ايوه، لكن تقولي ايه في المقدر؟ انا يا دوبك اديتها ظهري كده.